بشكل عام والجميع بألف خير. هذه رسالة لإدارة المرور وزارة الداخلية، الأخوان في وزارة الداخلية، بما أن احنا في العام الدراسي الجديد والدوامات رجعت والمدارس والجامعات، في مقترح بسيط من أخوكم الصغير عبد العزيز بدر القطان. المقترح بأن السيارات وهذه الزحمة اللي في الشوارع والاختناق المروري، بأن يكون في ساعة عمل، يعني الساعة الأولى من الدوام الساعة 7 هذه مع الدوامات، تكون في يعطون فيها يعني يوقفون طلبات الريوق، وجبة الإفطار هذه مالت سيارات الطلبات وكذا. وأيضا ما بعد الدوامات من 1 إلى 2 أعتقد تخفف الزحمة شوية، يعني كثرة السيارات الطلبات الصبح تعمل أيضا اختناق مروري وتزعج أولياء الأمور والمواطنين، وأيضا الوافدين يروحون لدواماتهم وأشغالهم. هذا مجرد مقترح، وأتمنى من وزارة الداخلية مشكورة الأخذ بهذا المقترح بأن يتم إيقاف شركات الطلبات بالتوصيل أثناء فترة الدوامات الرسمية. أتكلم الفترة الصباحية 7 إلى 8 أو إلى 1:30 تقريبا إلى 2. شكرا. شكرا أستاذ عبد العزيز بدر القطان، شكرا. حبيبي.